رحل عن عالمنا منذ قليل شقيق الفنانة تيسير فهمي، وكشفت الفنانة في تصريحات خاصة عن سبب وفاة شقيقها، حيث قالت: ما كانش عيان أبداً، وكان بيتكلم معانا طول الليل، وفجأة وقع امبارح بالليل في الحمام ونقلناه المستشفى ومات النهاردة الصبح. وتابعت تيسير فهمي كاشفة عن موعد ومكان جنازة شقيقها، موضحة أنها ستقام الجنازة اليوم بعد صلاة العصر في الجامع التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة 6 أكتوبر في الحي المتميز، حيث أنه توفي بأحد المستشفيات الموجودة بهذه المنطقة. وأعلنت الفنانة تيسير فهمي عن وفاة شقيقها من خلال منشور نشرته على حسابها الشخصي على موقع الفيسبوك قائلة: أخي محمود في ذمة الله. الجدير بالذكر أن شقيق الفنانة تيسير فهمي الثاني توفي بشهر نوفمبر 2021 بعد تعرضه لاختناق في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد اندلاع حريق هائل خلال فترة تلقيه العلاج عقب إصابته بفيروس كورونا. وأصرت أسرة تيسير فهمي في هذا الوقت على إلغاء مراسم عزاء شقيقها علي، وقرروا الاكتفاء بأخذ العزاء على المقابر، وذلك تجنباً لانتشار عدوى فيروس كورونا. شاركت الفنانة تيسير فهمي في عدد من الأعمال المتميزة خلال مسيرتها الفنية، ولكنها ابتعدت عن الأضواء في الفترة الأخيرة. رحم الله شقيقها محمود، وإنا لله وإنا إليه راجعون.